كانت هناك ضربة جزاء أم لا؟ المهم الحكم صفر ضربة جزاء. فرصة عبد الرحمن حشود ليهز الشباك عند الدقيقة 11 من انطلاقة المباراة. حشود صاحب التسديدات الثابتة القوية والخطيرة والصعبة يستعد لتنفيذ ضربة الجزاء للمولودية عند الدقيقة 11. تضييع وقت بهذا الشكل من حكم المباراة قد يؤثر على المنفذ الذي يحاول أن يركز. عبد الرحمن حشود يستعد والحكم مرة أخرى يعود إلى خط 18 متر ليطلب من اللاعبين احترام القانون واحترام المسافة وعدم الدخول قبل أن يسدد حشود ضربة الجزاء. يستعد يتقدم حشود بقوة يسدد ويسجل جول على يسار الحارس. عبد الرحمن حشود يهز الشباك بالبراعة والدقة اللازمتين وبرودة الأعصاب الكافية. أيضا عبد الرحمن حشود يمنح التفوق للمولودية بعد 11 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط الأول. ماذا هنالك؟ هي طريقة جديدة للتحية لمن؟ لعشاق فريق المولودية. تحية عسكرية من حشود ورفقائه بهذا التفوق وهذا الهدف الأول لصالح المولودية. حشود على الجهة اليسرى حطها بالذكاء والدقة اللازمتين. جول مقابل 0 للمولودية أمام بلاتينيوم. هدف يؤهل المولودية مباشرة للدور ربع النهائي مهما كانت نتيجة مباراته الأخيرة. التعادل يخدمه في المباراة القادمة قبل مواجهته. لا لا والتسديدة جول هشام نقاش في الوقت بدل الضائع بصاروخ مباغت ومفاجئ. هدف من أروع ما يكون. بيمنى يضربها نقاش بقوة على الجهة اليمنى من مرمى الحارس شيبوي. جول ثاني لمولودية الجزائر. تأخر هذا الجول ولكنه مفيد لنقاش ومفيد للمولودية ولعشاقها وجماهيرها الذين يتنفسون في اللحظات الأخيرة ويضمنون التأهل للدور ربع النهائي ب11 نقطة. هدف من أروع ما يكون من هشام نقاش من كرة تقريبا طائشة لمسها مرة واحدة حطها في الشباك. مرة أخرى تحية عسكرية لجماهير المولودية وللجماهير المولودية الوفية. اللعبة كانت رائعة بالأحرى. التسديدة كانت رائعة من نقاش سددها بيمنى حطها في الشباك في الجهة اليمنى من مرمى الحارس شيبوي. جول ثاني يا فوزي للمولودية الجزائر التي تتفوق بهدفين مقابل 0. هاي اللعبة بوقاش بالراس ونقاش على الطائر مثل ما جاءت من دون ان يطرح اي سؤال حطها في الزاويه اليمنى مسجلا جول ثاني لمولوديه الجزائر امام نادي بلاتينيوم ستارز. هدفان مقابل 0. الجماهير تتجاوب حتى مع الاعادات. تغيير